السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلامي يفيدك. حلقتنا اليوم غادي نهضروا على كيفاش تعلمي بنتك الأنوثة من الصغر. الأم عندها دور كبير بزاف في حياة البنت، ماشي غير في الأكل واللباس والقراية، ولكن حتى في بناء الشخصية ديالها والثقة بالنفس والطريقة اللي غادي تشوف بها راسها من تكبر. ومن بين الحوايج اللي كيبقاو مهمين بزاف هو كيفاش نعلمو البنت الأنوثة من الصغر، ولكن الأنوثة الحقيقية، ماشي غير اللباس بل طريقة التفكير، الاحترام، الرقة والقوة في آن واحد. بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين الأنوثة والمظاهر فقط، كيتصوروا بلي البنت تكون أنثى يعني تلبس زوين وتسرح شعرها ودير حوايج بناتيين. هادشي جزء صغير فقط، ولكن الأنوثة أعمق من هادشي كامل. الأنوثة هي كيفاش البنت تعرف تعبر على مشاعرها، تعرف تحترم نفسها، تكون حنونة ولكن ماشي ضعيفة، تكون قوية ولكن بلا قساوة. منين كتكون البنت صغيرة كتتعلم بزاف بالحاجة اللي كتشوفها قدامها أكثر من اللي كتسمعو. يعني إلا كانت الأم كتتعامل مع راسها باحترام، كتهتم بنفسها، كتهدر مزيان، كتعرف تحط الحدود مع الناس، فالبنت كتتشرب هاد السلوك بلا ما تحسي. هي كتراقبك كل نهار وكتبني الصورة ديال شنو هي المرأة من خلالك انتي. أول حاجة مهمة هي تعلمي بنتك تحب راسها، ما تربطيش قيمتها بالشكل فقط. ما تبقيش تقولي ليها إلا كنتي زوينة غادي يحبوك الناس، أو خاصك تباني زوينة باش تكوني مميزة. علميها أن الجمال الحقيقي كيبدا من الداخل، من الأخلاق، من الكلام الزوين، من الثقة في النفس. قولي ليها ديما انتي عندك قيمة حيت انتي إنسانة مميزة، ماشي غير حيت شكلك زوين. وثاني حاجة، خليها تعرف تهتم بنفسها بطريقة صحية، مثلا تعلميها النظافة الشخصية، ترتيب حوايجها، العناية بشعرها، والاهتمام بمظهرها بطريقة بسيطة كتناسب السن ديالها. هادشي ماشي ترف، هادشي كيعلمها باللي الجسد ديالها مهم ويستحق العناية والاحترام. الأنوثة حتى في طريقة الكلام، علمي بنتك تكون مؤدبة، تعرف تختار الكلمات ديالها، ماشي بالصراخ ولا العنف. ماشي معناها تكون ساكتة وتخلي الناس يدوسوا عليها، بالعكس، علميها تعبر على الرأي ديالها بثقة ولكن باحترام. تقدر تقول لا لأي حاجة ما عجباتهاش، وتقدر تدافع على نفسها بلا خوف. ومن الأمور اللي مهمين بزاف هو تعلميها العلاقة الصحية مع المشاعر. بزاف ديال البنات كيكبروا وكيحسوا بالذنب إلا بكاو أو عبروا على الحزن ديالهم. علمي بنتك أن البكاء ماشي ضعف، وأن التعبير على المشاعر شيء طبيعي. الأنوثة فيها الحنان وفيها الإحساس، وماشي ضروري تخبي ألمها باش تبان قوية. الأم كذلك خاصها تعلم بنتها الحدود. الأنوثة ماشي إرضاء الجميع، ماشي كل شي يرضي عليك ولا كل شي يدخل لحياتك. علميها تقول هادشي ما مناسبش ليا وما بغيتش، وما خاصكش تهدر معايا بهذه الطريقة. البنت اللي كتعرف الحدود من الصغر كتكون امرأة قوية ومحترمة من بعد. حاجة أخرى مهمة بزاف وهي ما تستعجليش عليها تكبر. بعض الأمهات كيبغيو يحولوا البنت الصغيرة لنسخة كبيرة، لباس كبير، مكياج، واهتمام زائد بالمظاهر. خليها تعيش طفولتها، ولكن علميها تدريجيا شنو يعني تكون أنثى. الأنوثة كتبنى بالوعي ماشي بالتقليد السريع. ومن الأحسن الطرق باش تعلميها الأنوثة هو الحوار. جلسي معاها، سمعي ليها، جاوبي على الأسئلة ديالها
بلا خوف ولا إحراج. منين تسولك على الجسد ديالها، على التغييرات، على العلاقات، جاوبيها حسب العمر ديالها وبصراحة محترمة. إلا ما لقاتش الأجوبة عندك، غادي تقلب عليهم عند ناس آخرين وممكن يتعلمها بشكل خاطئ. علميها حتى تكون مستقلة. الأنوثة ماشي الاعتماد على الآخرين. البنت خاصها تعرف تدير حوايجها، تتخذ قرارات بسيطة وتتحمل المسؤولية على قد سنها. هاد الاستقلال كيخليها من بعد ما تبقاش سهلة الانقياد لأي شخص. وزيدي علميها أن الأنوثة ماشي ضعف أمام الرجل، بالعكس، المرأة الأنثى الحقيقية هي اللي كتكون عندها كرامة، طموح، شخصية وقلب حنون. تقدر تكون أم، زوجة، موظفة أو أي حاجة باغاها، وفي نفس الوقت كتبقى محافظة على أنوثتها الداخلية. أهم حاجة بنتك خاصها تحس منك بالحب غير المشروط، ماشي تحبيها ملي تكون مطيعة فقط، ولا مين تجيب نقط مزيانة، ولا مين تكون بنت مؤدبة قدام الناس. خليها تعرف أنك كتقبليها كما هي، وهذا الحب هو اللي غادي يعطيها الأمان باش تنمو بشكل صحي وتفهم قيمتها كامرأة. وفي الأخير، تربية البنت على الأنوثة ماشي درس واحد ولا نصيحة واحدة، هو أسلوب حياة كامل. كل كلمة كتقوليها ليها ولا كل تصرف، كل نظرة، كيبني فيها جزء من المرأة اللي غادي توليها من بعد. وإلا بغيتي بنتك تكبر واثقة، محترمة، وعارفة قيمتها بنفسها، بداي من اليوم كوني لها المثال قبل ما تكوني المعلمة. لأن البنات ما كيتعلموش الأنوثة من الكلام فقط، كيتعلموها من الأم اللي قدامهم كل نهار. وهنا غنكون وصلنا لآخر الحلقة. نتمنى فعلا كلامي يكون فاتكم، ونتلاقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.